لو معاك $100 زي دي وانت عايش في مصر، قيمتها هتبقى 3000 جنيه او 6000 جنيه على حسب بتصرفها من البنك او من السوق السوداء. وسواء قيمتهم كانت 3000 او 6000 فهو لسه مبلغ كبير ممكن تشتري بيه حاجات كتير خلال اسبوع مثلا. لكن يا ترى $100 دي قيمتها ايه جوه امريكا؟ هل ممكن اشتري بيها نفس الحاجات اللي هشتريها في مصر ولا حاجات اقل؟ ويا ترى المواطن الامريكي هنا بيقبض كام مية زي دي في الاسبوع؟ وهل $100 دي ممكن تكفي اكل وشرب الاسره مكونه مثلا من فردين او 3؟ كل دي اسئله بتيجي على بال ناس كتير قوي، وبالذات لو كانوا لسه جايين امريكا جديد ما بيبقوش عارفين المبلغ المعقول اللي ممكن احطه كميزانيه ليا كل اسبوع عشان اشتري اكل وشرب، مبلغ ما يبقاش زياده قوي ولا قليل قوي. وعلشان نعرف اجابه الاسئله دي كان لازم ننزل على ارض الواقع ونشوف المنتجات اسعارها قد ايه، وهل $100 دي ممكن تكفيني في الاسبوع ولا محتاج ان انا ازودها شويه. وطبعا بما ان الاسعار ممكن تختلف من سوبر ماركت للتاني، فانا قلت اروح لاكتر محل منتشر في امريكا واللي هو طبعا وولمارت، واللي هو بنسبة تقريبا 95% هتلاقي كل الحاجات اللي انت محتاجها في مكان واحد. فخلونا نبتدي باكتر منتجات بنحتاجها في الفطار او العشاء، ونحسب مع بعض كل حاجة من دي هتكلفني كام. وخلينا نبتدي مثلا باسعار البيض. وسعر البيض ممكن يختلف على حسب حجمه، او ابيض او احمر، اورجانيك او مش اورجانيك. لكن خلينا نختار حاجة من الحاجات الرخيصة اللي هي 12 بيضة في علبة وتمنهم $2.14. الزبدة برضو فيها أنواع كتير، فاحنا هنختار النوع ده اللي هو تمنه $5.28. الكمية بتاعته طبعا ممكن تقعد معاك 3 أسابيع أو شهر، لكن هنقول الكمية اللي هنستهلكها في أسبوع هتكلفك تقريبا $2.64. بالنسبة للألبان وبالذات لو عندنا أطفال، ممكن أبقى محتاج عبوة اللي هي 1 جالون اللي هي تقريبا 3 لتر في خلال أسبوع. وطبعا سواء كامل الدسم أو خالي الدسم أو كده هتلاقي سعرها واحد، ودي عاملة $3.02. ودي علبة فيها 4 أنواع مختلفة من الجبنة، وزنها 1 باوند يعني تقريبا نص كيلو، وسعرها $4.98. وطبعا أنواع العيش هتلاقيها كتير جدا، بس مش شرط كل الحاجات اللي انت شايفها دي تبقى بتعجبك، أو خليني أقولك ان انت ممكن ما تبقاش متعود على طعمها قوي. يعني لو عاوزت حاجة مثلا زي العيش الفينو ممكن ده يكلفك $3.50. وأنواع التوست بقى هتلاقيها كتير جدا غير العيش التورتيلا أو البيتا كمان. وطبعا لو رحت أي محل عربي هتلاقي فيه عيش شبه العيش البلدي اللي احنا بناكله في مصر. فلو قلنا متوسط العيش في الأسبوع ممكن يبقى في حدود $5. بس خليني أقولك أنا ليه اخترت $100 دي في الأسبوع. أولا معظم العمالة في أمريكا بتقبض بالأسبوع، وناس تانية بتقبض كل أسبوعين. والمينيمم ويجز أو الحد الأدنى للأجور بيختلف من ولاية للتانية. فلو اتكلمت مثلا على ولاية فلوريدا اللي أنا عايش فيها دلوقتي، المينيمم ويجز هنا هي $12 في الساعة. فيعني لو قلنا ان انت بتشتغل مثلا 8 او 9 ساعات في اليوم، فانت تقريبا بتعمل $100 في اليوم. فاللي احنا بنحاول نحسبه دلوقتي، هل يوم كامل من العمل ممكن يكفيك ان انت تشتري طلباتك لمدة اسبوع ولا لا؟ تعالوا نكمل ونشوف. ومن الحاجات المهمة طبعا في اي فطار مصري هي الفول، لكن مش دايما هتلاقي انواع الفول اللي احنا بنحبها موجودة في وولمارت. في الحالة دي لازم تروح للمحلات العربي وتجيب منها النوع اللي انت بتحبه، وطبعا سعره هتلاقيه مختلف من محل للتاني. فلو انت هتجيب مثلا 3 علب في الاسبوع فده هيكلفك تقريبا $4.50. وبرضه هتلاقي منتجات تانية خاصة بالفطار زي الكولد كاتس، حاجات شبه اللانشون وكده، لكن لازم تاخد بالك وانت بتشتري لان ممكن تلاقي فيها حاجات زي الهام مثلا اللي هي تبقى لحم خنزير. وطبعا معظم السلامي او البيبروني او الساسج، كل الحاجات دي برضه هتلاقي مكوناتها فيها لحم خنزير. واخر حاجة بقى في الفطار وبالذات لو عندك اطفال، وممكن طبعا الكبار بيحبوها، اللي هي السيريال او الكورن فليكس، ودي هتلاقي منها انواع كتير جدا، وارخص حاجة فيهم تقريبا هتبقى $2.25. وكده الكميات اللي احنا جبناها لغاية دلوقتي تكفينا للفطار والعشاء. اجمالي اللي احنا دفعناه لغاية دلوقتي $24.53. كده احنا صرفنا ربع $100، يعني فاضل لنا لسه حوالي $75 عشان نصرفهم في الغداء. تعال نشوف هيكفوا ولا هنحتاج نزود عليهم. وفي اللحوم هتلاقي قطعيات كتير جدا واسعار طبعا مختلفة، لكن لو اتكلمنا الاول على اللحمة المفرومة هتلاقي برضو سعرها بيختلف على حسب نسبة الدهون اللي موجودة فيها. يعني ممكن تلاقي نسبة الدهون 10%، 20%، 25%. كل ما نسبة الدهون بتزيد كل ما السعر بيقل شوية. ومتوسط أسعار اللحمة المفرومة هي تقريبا $3 للباوند اللي هو نص كيلو، يعني الكيلو هيكلفك تقريبا $6 للحمة المفرومة. وبرضو لحمة القطع هيختلف سعرها على حسب القطعية بتاعتها، لكن خلينا نقول ان سعر الباوند تقريبا حوالي $6.48، يعني تقريبا $12.96 للكيلو الواحد. وبالنسبة للفراخ مثلا للصدور هتلاقي الباوند عامل تقريبا $3.98، يعني الكيلو $7.96. الطبق ده على بعضه بيتباع $8.16، وطبعا كل طبق سعره بيختلف على حسب وزنه. لكن لو عايز تجيب مثلا طبق زي الدبابيس ده كده هتلاقيه $6.13، يعني تقريبا الباوند واقف $1.27، اكيد ارخص من الصدور.
وبالنسبة للأسماك طبعا هتلاقي أنواع كتير جدا، لكن الأشهرهم والمفضل لينا أو اللي احنا نعرفه أكتر هو التلابيا أو البولتي. سمك البولتي بيتقال عليه التلابيا. فالكيس ده مثلا هتلاقيه سمك بولتي فيليه، وزنه 2 باوند يعني 1 كيلو، وسعره $9 و42 سنت. ولو عايز تاكل جمبري بقى جنب السمك هتلاقي في كيس زي ده $6 46 سنت، وده تقريبا بيبقى نص سوا. وبالنسبة بقى للبطاطس اللي هي بتبقى أسهل حاجة بنعملها جنب أي أكلة في الغدا، هتلاقي برضو منه أنواع وأشكال كتير جدا، وهتلاقي برضو براندات بتاعت مطاعم بتبيع البطاطس بتاعتها في السوبر ماركت. فلو اخترنا مثلا النوع ده هيكلفنا $3 42 سنت. وبرضه في الطيور هتلاقي فيه البط المجمد والديك الرومي المجمد، دي مش هنحطها طبعا في الحسبة لأن دي بتختلف من حد للتاني، لكن برضه لو حابب تعرف أسعارهم فهو البط بيعمل تقريبا $25، والتركي ممكن يعمل نفس السعر أو ممكن يبقى أزيد شوية. وللطبخ مثلا هتلاقي الشبكة بتاعة البصل الأحمر ده هتلاقيها عاملة $3 78 سنت. طبعا دي ممكن تبقى كمية كبيرة يعني على أسبوع، فخلينا مثلا نقول إن احنا هنستهلك نصهم، فتقريبا هيعملوا $1.89 سنت. وفي برضو الطماطم التشيري دي الصغيرة اللي هي عاملة $2.98 سنت. لكن خلينا ناخد الطماطم الكبيرة اللي هي $3.98 سنت، تنفع برضو في السلطة وفي الطبيخ وكده، وهنفترض ان احنا هنستهلك الكمية بتاعتها كلها. وبرضو في التوم هتلاقي انواع مختلفة، هتلاقي اللي بقشره واللي متقشر والكلام ده، بس هنفترض ان احنا هناخد ارخص حاجة هتعمل $2.98 سنت. وفي الموز برضو هنلاقي ان في كذا نوع، هنختار الاحسن شوية اللي هو عامل 72 سنت في الباوند. فكده لو انا جبت 2 باوند يعني كيلو واحد هيعملوا حوالي $1.44 سنت. وطبعا لو عايز بقى تزود في السلطات وكده هتلاقي بقى فيه البصل الاخضر، وهتلاقي فيه الكابوتشي، هتلاقي فيه كرومب، هتلاقي فيه البيبي كارت ده اللي هو الجزر الصغير اللي متنضف وكده، هتلاقي الكول سلو، هتلاقي حاجات كتيرة جدا ممكن تجيبها. هتلاقي مشروم $2.18، البقدونس، الخيار، الحاجات دي كلها حاجات كتيرة جدا، كل واحد حر طبعا هو يشتري ايه، بس انا بتكلم عن الحاجات الاساسية. وطبعا بقى في الحاجات بتاعة الطبخ هتحتاج مثلا حاجة زي الخل، هتلاقيها $1.58، دي طبعا ازازة كبيرة مش هتقعد معاك اسبوع، دي هتقعد معاك كتير جدا، وفي منها انواع واحجام واشكال. وبرضو بالنسبة للملح والفلفل والبهارات وكل الحاجات دي اكيد طبعا هنحتاجها عشان نطبخ بيها، وهي كمياتها بتبقى كبيرة فهتقعد معاك فترة طويلة، اكيد مش هتكفيك اسبوع، بس خلينا نقول كده رقم كده يعني $5 مثلا في الاسبوع. وهتلاقي بقى انواع صوصات كتيرة جدا بقى، سواء بتحطها على السلطة او جنب الاكل بتاعك، زي ايطاليان صوص، فرنش، مايونيز، كاتشب، مستردة، اي حاجة زي كده. دي طبعا حاجات مش هنحطها في الحسبة لان هي حاجات بتختلف من شخص للتاني. برضو المخللات اللي هي زي البيكلز او الهالوبينو او اي حاجة زي كده برضو هتلاقيها منتشرة في كل المحلات هنا، الناس بتحبها جدا، سواء تحطها على السندوتشات او تبقى جنب الاكل. فدي برضو حاجة على حسب انت بتحبها او لا، فبرضو هسيبها لاختيارك، مش هضيفها على حساب $100 اللي احنا بنحسبها دلوقتي. برضو بالنسبة للزيت هتلاقي برضو في انواع كتير، خلينا نقول هنختار مثلا النوع ده $4 و24 سنت عشان ينفع برضو في الاكلات والفول وكل الكلام اللي احنا هنحتاجه بعد كده. وبالنسبة بقى للناس اللي بتحب تعمل حلويات وكده هتلاقي فيه بقى مارشميلو، هتلاقي فيه الجيلي، هتلاقي فيه مليون ألف حاجة، مش هتبقى محتار تختار ايه ولا ايه ولا ايه علشان خاطر تعمل اللي انت عايزه. مفيش اكتر من الاختيارات في الاكل هنا، كل الانواع اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش هتلاقيه موجود. فطبعا ده هيسهل على اي ست بيت بتحب بقى تخبز او تعمل حاجة او تشوف ريسيبي مثلا اونلاين او حاجة وتعمل زيها، هتلاقي كل المكونات اللي هي محتاجاها موجودة بالظبط زي ما الوصفة بتقول. وبالنسبة للمكرونات برضو كده هتلاقي أسعارها مش غالية قوي، هتلاقي العلبة مثلا عاملة في حدود $1.76 سنت، برضو هتلاقيها بتختلف من نوع لنوع، فانت بقى بتشوف النوع اللي بتفضله وبتختار الحاجة على أساس الأكل اللي هتعملها. والسكر طبعا أكيد مهم، هيبقى في الشاي وفي القهوة وفي أي حاجة تانية انت حابب ان انت تعملها، وده بيتكلف $3.24 سنت. لكن اكيد مش هتحتاج كل الكميه دي في اسبوع واحد، فهنقول مثلا اللي هتحتاجه هيكلف $1.62 سنت. وفي الاكل والطبيخ اكيد هتحتاج صلصه، فهتلاقي انواع منها كتير، لكن النوع اللي احنا هنختاره هيبقى عامل 67 سنت، وممكن تجيب منه علبتين، فاحنا بنتكلم كده في اجمالي $1.34 سنت في الاسبوع. وفي برضو انواع صوصات تانية زي مثلا الالفريدو صوص او الصوص الابيض، ده برضو ممكن تبقى تستعمله على سبيل التغيير يعني، لكن برضو مش هحطه في الحسبه لان دي بترجع من شخص للتاني. والجزء اللي جاي بقى كله تقريبا الجزء المفضل لاي حد بيخش سوبر ماركت عشان يشتري بقى سناكس، الحاجات اللي شبه الشيبسي وكده، بس هو في امريكا مفيش شيبسي، بس في حاجات تانية زي الليز والدوريتوس وحاجات تانية كتير. طبعا هتلاقي منها فليفرز كتير جدا واحجام واشكال، برضو دي كل حاجة ترجع على حسب الواحد بيحبها او لا، فطبعا برضو مش هحطها في الحسبة لانها مش حاجة اساسية. وبرضو الشوكولاتات هنا في امريكا مغرية جدا وكتير جدا، هتلاقي منها انواع مختلفة، تقدر بقى تختار اللي انت عايزه وتحطه في الحسبة بتاعتك لو عايز، لو شايف ان هي دي حاجة اساسية بالنسبة لك.
وانا عارف ومتأكد ان دي حاجة اساسية لناس كتير من اللي بتتفرج علينا دلوقتي. وللزوم بقى السهرة بالليل والفرجة على الافلام وكده، هتلاقي فيه بوب كورن برضو موجود، برضو هتلاقي فيه كذا فليفر. لو عايز تجيب الحاجات اللي هي تتحط في الميكرويف دي، بتاخد لها دقيقتين في الميكرويف تبقى جاهزة معاك وتبقى حلوة قوي. او عايز بقى تجيب الدورة اللي انت بتعمله بقى على حلة فوق البوتاجاز وكده، او لو عندك المكنة بتاعة البوب كورن فهتحتاج عبوة زي دي، واللي هي طبعا بتقعد فترة طويلة قوي عشان تعرف تخلصها. ودي بقى انواع بيتزا مختلفة، ما بتبقاش مستوية، بتبقى بس العجينة وعليها الاضافات بتاعتها ومحطوطة في علبة. انت كل ما عليك ان انت بتاخدها وبتحطها للفرن مثلا لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة، وبعد كده بتبقى جاهزة ليك تاكلها سخنة وحلوة. فطبعا ده ممكن يحل ازمة في يوم كده لو الاكل مش جاهز او مفيش حاجة نطبخها، ممكن يبقى عندنا الحاجة زي كده في 20 دقيقة بتبقى جاهزة وكله بياكل وبيشبع والدنيا تبقى تمام. وبرضه هتلاقي فيه انواع كتير قوي من الزبادي اللي بالفواكه والسادة وغيرها. الناس اللي بتحب تاكل زبادي في وقت العشاء ممكن تجيبها. عندك مثلا حاجة زي الاكتيفيا دي، هتلاقيها بالفواكه، فيها 12 واحدة وعاملة تقريبا $7. وكمان هتلاقي بقى انواع كتيرة جدا من الحاجات الساقعة، سواء بقى حاجات شبه البيبسي والكوكاكولا والفانتا، او الايس تي او الايس كافي، العصاير، كلها حاجات كتير اذواقها بتختلف من شخص للتاني، فبرضه دي حاجة حسب رغبتك. لكن المية هتلاقيها أساسية، لأن معظم الولايات اللي موجودة في أمريكا المية بتاعت الحنفية وحشة قوي، ما ينفعش إن أنت تعتمد عليها عشان تشرب منها. فعشان كده ممكن نقول مثلا هنجيب باك من دي فيها 40 إزازة، هتتكلف حوالي $5.50. والجهاز ده برضو بتاع المية هتلاقيه في كل فرع من فروع والمارت. ده عبارة عن مية متفلترة بس أنت ممكن تعبيها، فأنت بتجيب الأزايز اللي هي ال5 جالون وتملاها هناك، بتبقى واقفة عليك يعني بمبلغ قليل جدا مقارنة لو انت اشتريت واحدة جديدة. فبرضو دي اوبشن لناس كتيرة لو عايزة توفر اكتر في موضوع المية. طبعا كل الاسعار اللي انت بتشوفها على الرفوف دي ما هياش الاسعار النهائية، لان في بعد كده بتتحط ضريبة المبيعات، وبتختلف طبعا من ولاية لولاية. في ولايات ما عندهاش اصلا ضريبة مبيعات، لكن في فلوريدا بنتكلم تقريبا على 6% ضريبة مبيعات، فدي برضه هحطها في الحسبان وانا بحسب الحسبة بتاعتي. وبعد ما بتخلص بقى بتروح عشان تحاسب، وممكن تختار السيلف تشيك اوت عشان انت تعمل الحاجة بنفسك. بتحط كل اللي انت اشتريته في اكياس وبتدفع لنفسك عن طريق الفيزا، او لو معاك كاش تاخد الفاتورة بتاعتك، ويبقى انت كده خلصت يوم المشتريات بتاعك. بيتهيألي ان احنا كده نجحنا ان احنا نجيب الحاجة بتاعتنا كلها بالميزانية اللي حطيناها $100 في الاسبوع، الخاصة بالبند بتاع الاكل والشرب. طبعا الموضوع بيختلف من شخص للتاني، كل اسرة ممكن يبقى فيها عدد افراد اكتر او اقل، او ناس كميات الاكل بتاعتها اكتر من ناس تانية. لكن $100 بس اللي احنا حسبناها في الاسبوع قدرنا ان احنا نجيب لحمة وفراخ وسمك وجمبري وخضار وفاكهة وحاجات تانية كتير. فهل يا ترى $100 دي شايفها قيمتها كبيرة ولا قليلة؟ هل جابت لك كل الحاجات اللي انت عايزها في اسبوع ولا محتاج اكتر من كده؟ احب اسمع رأيكم بقى في التعليقات. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. بكده نكون خلصنا، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.